السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم اليوم بأخذ الدرس الثاني من كتاب التربية الإسلامية. عنوان الدرس: من صفات الله تعالى الله الكريم. الكريم هو اسم من أسماء الله وصفاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالله تعالى اسمه الكريم، ومعناه هو الذي يعطي دون أن يسأله أحد، فهو سبحانه هو وحده الذي أعطانا ومنحنا الخيرات الكثيرة من غير أن نطلب منه ذلك. أعطانا العقل الذي نفكر به ونميز ما ينفعنا وما يضرنا، وأعطانا العين التي نرى بها ما حولنا، والأذن التي نسمع بها القرآن كلام ربنا، وأعطانا اليد والقدم لنستخدمها في كل حاجاتنا. فالله الكريم يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء، بسؤال أو بدون سؤال. وهو الذي كرم الإنسان وحمله أمانة الدين واستخلفه في الأرض وفضله على الكثير من المخلوقات. ويوم القيامة سوف يكرم عباده الطائعين ويعطيهم الأجر الواسع العظيم جزاء لطاعتهم وحسن عبادتهم. فسبحان الله الكريم. الله تعالى خالق كريم، منحني الحياة ووهبني الماء والأرض والزرع والهواء، كرمني بالعقل والإيمان، وعاملني بالمغفرة والإحسان، وأعطاني سبحانه الدنيا كلها، وجعل لي نعيم الآخرة لأنني من عباده المؤمنين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا يمكن عد نعم الله علينا، فهي كثيرة. الله كريم، فما الواجب علينا؟ 1. أطيع الله تعالى وأشكره، ويتجلى ذلك باتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه. مثلا: الله أمرنا بالصلاة والصيام والأخلاق الحسنة والكلام الحسن، ونهانا عن ارتكاب المعاصي والذنوب. 2. أحافظ على نعمه الكثيرة، فمثلا نعمة العقل التي نفكر به، نفكر في الأمور والمواضيع التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ونعمة اللسان الذي نتحدث به، فنتحدث بكلام جميل وننتهي عن قول الكلام البذيء. 3. أحب الله الكريم وأتعلم أن أكون كريما. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الثاني في كتاب التربية الإسلامية، والسلام عليكم.